يا مساء الفل عليكم. بصراحه انا جاي اتكلم معاكم النهارده. انا ما بحبش كوره ولا ليا في الماتشات ولا ليا في لعب كوره والكلام ده كله، ولكن لما بيكون ماتش زي الماتش ده ماتش عالمي ودولي والكلام ده كله لازم نتكلم فيه. بصراحه انا مش هقعد احلل ولا اتكلم مع الخطط ولا المدافع الفلاني غلط صح ولا غلط والكلام ده كله، لان بصراحه كلنا شفنا اللي حصل. انا جاي النهارده اتكلم معاكم في الكوره اللي وجعت، الماتش اللي قلب معانا الترند والناس كلها كانت بتسال هو احنا رايحين على فين. الهبه والواقع بصراحه احنا شفنا ماتش مصر وبلجيكا، اسمين تقال، اسمين لهم يعني وضعهم في الكوره. دخلنا الماتش وكل واحد فينا كان حاطط ايده على قلبه متاملين في الفرحه، بس اللي حصل بصراحه في الملعب ده ما كانش كوره بس، ده كان درس للمصريين كلهم. اللعيبه اللي في الملعب كانت تايه من الاخر يعني، والجمهور بره مغلول، وكل اللي بيسال هو ده المنتخب يا جدعان اللي احنا كنا بنتباهى بيه يعني. الهيبه مش بس تشيرها، يعني الهيبه روح بتبان في اول دقيقه. انا مش بتاع كوره، بس ده وجع بصراحه. انا راجل بشتغل بايدي والكلام ده كله اللي انتوا عارفينه، وعارف ان اللعيب لازم يعني يكون عنده يعني يكون عنده دم شويه، يعرف ان في ناس قاعده على القهاوي قاعده دمها مغلول. لما بشوف حد بيستهتر بحب شعبي زي كده الواحد دمه بيتحرق. مش لازم تكون محلل رياضي عشان تعرف ان المنظومه دي فيها حاجه غلط. احنا محتاجين وقفه رجاله مش موظفين. اللي مش قادر يشيل اسم مصر على ظهره يوسع لغيره. بصراحه الشارع مليان مواهب بتموت نفسها عشان فرصه. الخلاصه يا سيدي، الماتش ده خلص، بس الدرس لسه بيبدا. احنا مش هنفضل عايشين على ذكريات زمان، ولا هنفضل نبرر الفشل واصل الحكم واصل الجو واصل التغييرات والكلام ده كله. ما ياكلش معانا بصراحه. احنا شعب زي بنعرف نفرق ما بين اللي بيبيع الوهم وما بين اللي بيحارب عشان الماتش ده كان مرايه كشفت لنا ان احنا محتاجين نغير طريقه التفكير شويه قبل ما نغير الخطه. انا قلت اللي عندي بصراحه، واللي قلبي واللي قلبي املاح عليا، مش عشان في قناه يوسف الانصاري او الانصار القصر، بس عشان انا مصري زي يعني الواحد بيتوجع، والفرحه يعني مش سهله. سيبكم بقى من كلام المحللين اللي بيقعدوا في الاستوديوهات المكيفه، الحقيقه كلها هنا في الشارع وبين الناس.